بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ منين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. النهارده بإذن الله هنتكلم على فيديو مهم جدا في تربية الحمام، وخاصة خصوبة الذكر وخصوبة الحمام بتاعنا، البيض الرايق، البيض الغير مخصب، البيضة الواحدة اللي هي بتطلع مخصبة والبيضة الغير مخصبة. إن شاء الله النهارده هنتكلم على حاجات مهمة جدا لو عملتها كل المواضيع دي كلها هتنتهي عندك تماما، خاصة لو في مشاكل عندك زي المشاكل اللي انا هوريها لكم دي كلها باذن الله تقدر تحلها، وباقل الامكانيات تقدر تخلي الحمام عندك ما يطلعش ولا بيض رايق. ولكن قبل ما اتكلم على العلاج اتكلم على حاجات مهمه برضو ممكن تعملها باذن الله باقل الامكانيات هتخلي الحمام بتاعك ينتج باستمرار، ومش هيطلع عندك زغلول واحد ولا يطلع عندك بيضه مخصبه او بيضه غير مخصبه، والحمام بتاعك كله هيبقى مخصب باذن الله، او هيطلع عندك زغاليل بحجم كمان كبير. يلا بينا كده نشوف الفيديو عشان ما اطولش عليكم. واول حاجه يا جماعه هتكلم عليها اللي هي ممكن ان انا اثناء ما انا باكل الحمام بتاعي لازم اقعد مع الحمام بتاعي ما يقرب مثلا نص ساعه او ساعه بالكتير قوي، عشان اقدر احدد اذا كان طبعا موضوع الخصوبه ده بيتم ما بين الذكر والنتايه. وفعلا ممكن يكون موضوع الخصوبه ما بين الذكر والنتايه ده ما بيتمش وبيكون سببه النتايه، وهتستغرب لما بقول النتايه سبب اساسي في خصوبه الذكر للنتايه. النتايه يا جماعه اللي احنا ممكن نستقل طبعا بموضوع زي ده، او كلنا بنحط عينينا على الذكر ونقول الذكر هو السبب الاساسي ان هو ما بيخصبش، ولكن العنصر الاساسي ممكن يكون من النتايه اللي هي طبعا ما بتكونش بتكسح للذكر كويس. لازم طبعا ده اشاهده طبعا في المكان بتاعي، احط عيني على الذكر وعيني على النتايه، اشوف النتايه بتكسح للذكر كويس ولا لا. دي نقطه مهمه جدا لازم ان انا اخد بالي منها. النقطه الثانيه يا جماعه الريش الغزير اللي انا اتكلمت عليه في فيديوهات كتيره جدا تحت فتحه المجمع اللي هي تحت الذكر والنتايه. نشوف كده مثلا زي كده الريش ده يا جماعه ممكن بيبقى عند حمام كتير جدا ما بتظهرش طبعا الفتحه دي اثناء التخصيب ما بين الذكر والنتايه، دي بتعوق طبعا العمليه دي. لو انت ناتف الريش ده والريش ده طالع زي مثلا فترات القلش، يمكن لو احنا بنحس ان في تشويك كده فترات القلش اللي هي بيحصل فيها الموضوع ده، خاصه عدم التخصيب الجيد، عشان طبعا بيبقى الريش منبت طبعا بيعمل عمليه تشويك ما بين الذكر وما بين النتايه، بيأثر فعلا على الانتاج بتاعنا او بيأثر على خصوبه الذكر للنتايه. الحاجه الثانيه اللي هتكلم عليها ان احنا طبعا اتكلمنا على الريش الغزير بقصه بمقص يا جماعه ما بنتفش. طبعا احنا بنتكلم على فتره القلش دي غصب عننا بيحصل طبعا تطاير للريش، ويمكن في الفتره اللي احنا فيها دي الريش بيبقى مالي المكان عندنا، ولكن في الطبيعي ان انا لازم امسك الفرد بتاعنا اقصه ما بنتفش الريش. دي اخطاء برضو ممكن تحصل مننا وبتخلي الخصوبه عندنا ما بتتمش كويس. الضوافر دي يا جماعه لازم ان انا اهتم بقص الضوافر، عشان احنا طبعا بنربي في سلكات، السلكات دي الفرد بيبقى دايس فيها باستمرار، فطبيعي جدا ان الضوافر دي تكبر. بعض الناس برضو بتفتكر ان كبر الضوافر ده زياده في الكالسيوم او حاجه زي كده، دي معلومه خاطئه. ولكن لو انت بتربي في سلكات معظم الحمام بتاعك من وهو صغير بيطلع ضوافره كبيره، فدي طبعا ممكن تعوق عمليه التخصيب ما بين الذكر والنتايه. برضه بتحصل تشويك اثناء ما الذكر بيطلع النتايه عايز ان هو يكلبش فيها، فبرضه ممكن ان هو بيخلي النتايه تفلت من تحتيه او ان هي ما بتكسحش ليه كويس بسبب الضوافر دي، زائد ان هي كمان بتعوق الذكر لما بيبدا يزوف على النتايه في السلاكه. فلازم نهتم بالقصه دي، وحاجات سهله وبسيطه ايه احنا بنتكلم عليها. من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها مع الحمام بتاعنا بتخلي الخصوبه عندنا تزيد. لو عندك مثلا حمام زي ده كده بيبقى شراويله كبيره اهي كده، طبعا انا سايب برضو الشراويل عندي كبيره زي الذكر ده كده، لازم ان انا اهتم بقص الشراويل. ممكن الذكر لما بيجي يطلع النتايه تكون دايسه هنا، او الريش ده طبعا ممكن يكون بيشبك في السلاكه ايا كان بقى. المهم ان الريش ده او الريش اللي هو خاصه في الاخر ده كده، يمكن احنا شايفينه اهو يا جماعه الريش اللي في الاخر ده طبعا تحت فتحه المجمع اللي هي بتاعت الفرد بتاعنا، دي بقصها وبقص الريش ده وبقص طبعا الريش اللي هنا، وبحاول ان انا لو في عندي حمام سلاحاته كبيره اقص الاربع سلاحات الاولانيين للذكر والنتايه، وما تخافش الذكر هيطلع على النتايه ويقدر ان هو يخصبها. الحاجه الاخيره اللي هتكلم عليها قبل برضو ما ابدا اقدم العلاج بتاعي، الحاجه الاخيره ومهمه جدا جدا برضو ان انا بيكون عندي قص واحد او قصين، وابدا ان انا افرك منهم اكبر عدد كبير جدا من الحمام. على المدى البعيد يا جماعه بيطلع الذكر عقيم.
يعني ايه عقيم؟ اللي هو ما بيخصبش ولا بينتج ولا بيعمل اي حاجه. بيكون عيب الذكر في الحاله دي ان هو بيطلع عقيم نتيجه تزاوج الاقارب لبعضها، خاصه لو احنا الحمام عندنا سايب وما بدخلش دم جديد على الحمام بتاعي او بغير الدم بتاع الحمام بتاعي، فبيطلع الذكر عقيم عندي مش هيبقى له اي نتيجه في العلاج. لازم طبعا نهتم بحاجه مهمه جدا جدا، ودي مهمه انا بهتم بيها طوال فتره الصيف وطوال فتره الشتاء، ان انا اعفر الكلفه بتاعتي لحاجه اسمها الدي بيزك بلس. مهمه جدا جدا يا جماعه ومفيده للحمام بتاعنا، سواء في تسمين الزغاليل او سواء في خصوبه الحمام بتاعنا. زائد ان هو علاج كمان بيقي الحمام بتاعي من اي امراض، اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه. فلازم اهتم بالدي بيزك بلس اللي اتكلمت عليه برضه في كذا فيديو، وهوريكم برضه الرابط بتاعه، هسيبه لكم في اول تعليق في الفيديو عشان لو حابب انك انت تشوف الفيديو كامل عشان ما اضيعش وقتكم في الحلقه. اخر حاجه ههتم بيها عشبه الحلبه. الحلبه مهمه جدا في زياده الخصوبه خاصه عند الذكوره، محفز جنسي كمان للذكر وللنتايه، بيخلي عندك فعلا الانتاج وبيزود وزن الزغاليل. الحلبه ليها فوائد عظيمه جدا، لازم طبعا ان احنا نشتغل بعشبه زي دي طوال فتره الصيف او طوال فتره الشتاء، وخاصه التوقيت اللي احنا فيه ده. لو انت عايز تخش على موسم الانتاج لازم تهتم بعشبه الحلبه اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى دي اهم الحاجات اللي انا ممكن اشتغل بيها كوقايه للحمام بتاعي وكعلاج للحمام بتاعي من ضد اي امراض، اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه اللي احنا بنتكلم عليها. السيلينيوم الايطالي اللي هو بشتريه من عند البيطري، سنتي واحد على لتر الميه هيزود عندك خصوبه الحمام بتاعنا. السيلينيوم مهم جدا جدا في خاصه في زياده الخصوبه ما بين الذكر وما بين الانثى، وخاصه الذكر بتاعنا يا جماعه. التحديق ودي اخر حاجه هتكلم عليها واختم بيها الفيديو. التحديق اللي انا بجيبه وبشتغل بيه بفرش بيه الطاجن بتاعي او بحطه في الاكاله، التحديق من اهم العناصر الاساسيه في زياده الخصوبه وتعتبر فعلا فياجرا للحمام بتاعنا. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.